كرة حلوة، كرة امامنا اهو من قاع حسام قاع. يا ولد يا ولد على البداية، اول كرة حسام قاع واول ركنية في المباراة. وشوف امامنا اهو التعليمات ادي التعليمات الاربعه 3-3 اللي بيشير بيها، ولا الرقابه. تشوف ايه الكلام. ايهاب ابو جزر اللي الحقيقه عامل يعني لا شك عامل انجاز كبير مع المنتخب الفلسطيني في تاهله على حساب ليبيا بركلات ترجيح. في هذه الركنيه ارتباك في دفاعات المنتخب الفلسطيني والمنتخب التونسي. نسور قرطاج وهدف في ربع ساعه اولى. والكره الركنيه امامنا هنا فرجاني ساسي وعمر العيوني، ولكن يبدو ان ساسي هي دخلت من اول واكدها عمر العيوني. امامنا هي الراسيه اللي كانت حائره. بص امامنا الاعاده، ادي الركنيه اتعملت حلوه 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 في راس شواط فرجاني ساسي، والتاكيد امامنا من عمر العيوني. هنشوف بقى الهدف لمين، لكن هو هدف امامنا للمنتخب التونسي. محاوله اولى ثم محاوله ثانيه ثم حارس المرمى امامنا هنا اللي بيبعد الكره من داخل المرمى، والتاكيد كان من عمر العيوني. راسيه شواط. بص الاصرار، شفت الاصرار. خطا في الابعاد من امامنا هو اللاعب اللي حاول يبعدها محمد صالح، ولكن ياكدها عمر العيوني. اذا هدف للمنتخب التونسي بعد مرور ربع ساعه بعد الركنيه الاولى في هذه المباراه. والمحاولات اللي كانت محاولات للمنتخب اللي ضغط وبقوه الحقيقه المنتخب التونسي عشان يسجل منتخب تونس اول اهداف في هذه اللقطه. هتشوف امامنا هنا اللي واقع، هتشوف مين اللي واقع. اعتقد محمد علي بن رمضان. ايهاب ابو جزر. فرصه ايهاب يدي تعليمات والمطالبه بخطا هنا. هل في دفعه من رمضان مع اللاعب ترمينيني؟ اتاخر قوي ترمينيني. ادي امامنا الاعاده وادي امامنا هو استل توازنه وتمريره محمد علي بن رمضان في خروج كان طبعا من رامي حماده. لم يتوقع الخطا من ترمينيني وفراس شواط وانتظار الفار. لكن يبدو ان اسماعيل الفتح يعني ما عندوش يعني شك في صحه الهدف اللي كان فيه خطا كبير قوي الحقيقه من ترمينيني. بص كره سهله طبعا. محمد علي بن رمضان حقيقه بتعاون بتفاني مميز قوي النهارده بشيء يميز المنتخب التونسي في مباراه اليوم، هو استغلال الفرص. مهم قوي استغلال الفرص. والنهارده تونس استفادت من درس سوريا القاسي في المباراه الماضيه، لان كانوا الافضل الشوط الاول وضيعوا وبذلوا جهد كبير. لكن كما قال الحقيقه سامي الطرابلسي الارهاق نتيجه السفر. والهدف الثاني في راس شواط من صناعه بن رمضان. الخطا القاتل يا ترمينيني. ومحاوله هنا المره دي الى خارج حاتم الطرابلسي طبعا جيل عظيم كعايدي وبدره ورحمه الله عليه بالرخيصه تبديده وكانت ثابت. تونس دائما وابدا تتواجد، ولكن هنا فلسطين في هذه اللحظات. احمد القاط ركنيه رابعه لفلسطين. العوب على طول الكره العاليه الراسيه المتابعه. هدف التقليص قد ياتي في هذه اللحظات. ترتد هدف التقليص، وهو هدف التقليص. لسه بقول لحضراتكم هدف التقليص ياتي. وحامد حمدان امامنا هو بيحتفل على عهدي وعلى ديني. انا دم فلسطيني. وطبعا يعني اكيد سلام الله عليك يا فلسطين. فرحه كبيره والتصفيق والتسديده. بص حامد حمدان رجليه تقيله الشوط الاول، يعني شفنا له تسديده وشفنا كره شالها له ببراعه محمد علي بن رمضان. يا ولد وسط الزحمه تخترق امامنا اهو الفدائي يطلق رصاصه اللي دائما بنراها امامنا اهو. المره دي لا ملثم ولا حاجه، وشه مكشوف ويضع صاروخ. يا ولد على الهدف الجميل. بص الفرحه يا جماعه، شوف الفرحه امامنا اهو. حامد حمدان يسجل لمنتخب فلسطين. بقول لحضراتكم شعب لا يعرف المستحيل وفريق ايضا لا يعرف المستحيل، لان حامد حمدان يسجل هدف التقليص امامنا اهو في المباراه اللي حلوت 2 تونس.
صالح اللي عنده فرصه. محمد صالح امامنا لاعب الريان القطري ومعيزر، ولعب كذلك في الاتحاد والمصري البورسعيدي، لعب في مصر. امامنا محمد صالح قويه لكن الحائط البشري مرتد الكوره امامنا اهو في اللقطه، ولعب في القناه ولعب في الشرقيه. والله ده لف كتير. الكوره العاليه دحمان يشيل كوره خطيره. دحمان اول كوره مصطفى، ومره ثانيه التسديده جول 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 جول. زيد قنبر، زيد قنبر. خطا تونسي في ابعاد الكوره والفرحه. بقول لحضراتكم عاجبني شخصيه ايهاب ابو جزر، ما بيهموش بيبدل ويغير ويعمل تشكيلات هجوميه، ولكن هذه المره زيد قنبر، زيد قنبر امامنا الفلسطيني. زيد قنبر يسجل هدف التعادل 2-2. هدف التعادل 2-2. المنتخب الفلسطيني. بص خطأ هنا من ايمن دحمان في ابعاد الكرة، ثم القتال مصطفى زيدان المديني يصنع، وزيد قنبر امامنا هنا هو يضع التعادل 2-2. التعادل. اقول لحضراتكم شعب لا يعرف المستحيل، ومنتخب الفدائي الفلسطيني لا يعرف المستحيل. مصطفى زيدان وكرة، بص الكرة حبة، الكرة حبة، الكرة بص عدت ايه، عدت من اسامة الحدادي وعدت كمان ما بين قدمي ياسين مرياح عشان يسجل زيد قنبر. التعادل للمنتخب الفلسطيني. التعادل.